ايه تصلي في داركم. هذا الشيء اللي قالت واحد المديره في واحد المؤسسه في تونس في وقت الاستراحه ديال ديك المؤسسه. خرجوا شي تلاميذ بغاو يصليو العصر، خرجوا للساحه جبدوا الصلايات ديالهم، يلاه بداو يصليو. حتى وقفت عليهم مديره ديال المؤسسه قالت لهم اش كديروا نتوما هنايا؟ قالوا لها بغينا نصليو. قالت لهم اللي بغى يصلي يمشي لدارهم ولا يمشي للجامع، هنا ماشي بلاصه الصلاه. جاوبوها قالوا لها بلي هذه ماشي ارضك، حنا ما كنصليوش ليك، تنصليو لله. اش داروا؟ مشاو صلاو جامعات. وانا كنعرف في كل مؤسسه خص يكون جامع، نتوما دوله اسلاميه زعما عربيه. ولكن اللي سالا معايا خرجوا شي وحدين جاو من جهه المدير قال لك باللي ان هذيك مؤسسه ما خص شي واحد يصلي فيها، يمشيو يصلي في ديورهم بحال هاد الخاينه هادي. مؤسسة تربوية هذيك قالت لا ما تصليش في الكور، برا صلي في دارك، برا صلي في بلاصة أخرى. عندها الحق، من حقها. جيب لي أنت سجادة وتحطها في الكور يا أخي. أنا معاها المديرة هذه. والتسير صاحبي، نتوما وكالين رمضان حيدوا عليا.